مرحبا يا شباب، كيفكن؟ شو أخباركن؟ بحب أوجه تحية لكل محبين العزف واللي عنده أورج رولاند زيبن. اليوم حابب أقدم يعني بعد العذاب الطويل يعني جربت طرق كتيرة لحتى نعمل تسجيل داخلي يكون تسجيل واضح ومن غير يكون فيه وشوشة. بتمنى تتابعوا الفيديو على الآخر لحتى يعني تكون الصورة واضحة وإن شاء الله تكون ناجحة مع الكل. تحياتي لكم. وهلا يا حبايب، هلا رح ورجيكم شو جربت بالأول. يعني هاي القطعة، هاي الميكروفون الصغير، وهاي الوصلة، وهاي سماعة الأذن، وهاي كمان ميكروفون. انتبهوا على دول الرؤوس، لازم حسب خطوطها يعني. في ناس قالوا لازم يكونوا حزين أو ثلاثة. أتمنى يكون صورة واضحة. للأسف كل هدول ما نجحوا يعني على الأورج، لأنه الأورج صوته قوي كتير وما بيتحمل الأجهزة. طبعا هذا الجهاز اللي عم سجل منه الفيديو حاليا لحد اللحظة هاي هو جهاز LG جديد وكويس، بس لكن ما بيتحمل تسجيل لما نكون من الأورج. يعني صوت الأورج قوي جدا. شوفوا يا أخوي، هاي الوصلة اللي نحن محتاجينها. يعني هاي وصلة الأورج في، وهاي أهم شي طبعا بالشغل كله. انتبهوا عليه هون. كويس. هاي وصلة عادية. طبعا الجهاز اللي راح سجل منه من الأورج هذا هو السامسونج جالاكسي 3. هذا اللي نجح معنا، طلع صوته واضح كويس. طبعا بهالطرف هاد جربت يعني حطيت سماعة الأذن، حطيت ميكروفون، حطيت أي شي ما نجح. لكن فقط نجح بدون أي شي، فقط هيك. يعني بهالحالة توصل هذا بيكون انت بتدخله محل السماعات في الأورج، وهذا بتدخله في الجهاز التليفون فقط لا غير. طبعا صوت الأورج لازم يكون واطي كتير لحتى الجهاز كمان يتحمل وما يكون في وش كتير، يعني هذا قدر الإمكان. وهلأ راح جرب بالسامسونج جالاكسي 3 وبتشوفوا كيف الصوت واضح. ابقوا معنا. هذا المكان اللي بتوصلوه على الجهاز، محل السماعات، عارفين كيف. وهذا وصلناه على الهاتف، على التليفون، هيك بكون يعني بدون أي شي. وهلأ رح نسمع صوته من الأورج، يعني رح سمعكم الصوت من الأورج.